مشوار صعب وكان مليان مراحل كتير قوي، ممكن محدش يقدر يعديها. بدأتها بالقطة اللي ما كانتش راضية تعملها لما قالوا لها لازم تعمليها عشان تطلع في الإعلانات. بعدها وقفت قدام الفنانة الكبيرة سميرة أحمد وفتحت بقى على البحر لحد ما حجم ثروتها ممكن يخض أي حد في الدنيا. فيا ترى إيه هو حجم ثروة ياسمين عبد العزيز، وإزاي وصلت من 200 جنيه لحد ما بقت بتاخد 38 مليون جنيه في الفيلم؟ كل ده بقى وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من وهي صغيرة عندها لسه 5 سنين وبتحلم تكون بتقلد الناس، وبتنكش في ده وتهزر مع ده وتضحك مع الناس كلها، وكل اللي حواليها بيحبوها جدا. فجأة كده الدنيا اسودت في وشها لما ابوها انفصل عن والدتها، وكانت لسه حوالي 5 ابتدائي. لكن عشان ان ياسمين عبد العزيز كانت بتحب المشاغبة والهزار والتنطيط، فجالها اول اعلان وهي لسه عندها حوالي 12 سنة بس. المخرج وقتها قال لها هتطلعي بس تعملي قطتين وتقولي شوكولاتة شوكولاتة وكمان تلي مصر. ساعتها قعدت تعيط وكانت رافضة جدا الموضوع ده وما كانتش هتعمله، لكن المخرج أقنعها إن لازم يحصل كده عشان يبقى الإعلان مظبوط، ولأنها كانت عايزة تساعد والدتها وإخواتها الاتنين وتصرف على أسرتها، فوافقت وخدت ساعتها 200 جنيه. بس ما وقفتش عند المرحلة دي وبس، دي بدأت بقى تخش المجال التمثيل. ففي سنة 1998 يعني من حوالي 27 سنة تقريبا وقفت قدام الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في مسلسل امرأة من زمن الحب. من بعدها وبدأت ياسمين عبد العزيز تاخد أفلام ومسلسلات ومسرحيات كمان لحد ما وصلت إنها تبقى البطلة الأولى، وبقت مشهورة جدا لدرجة إنها بقت تطلب في الفيلم الواحد 38 مليون. طب والمسلسل بتطلب فيه يا ترى قد إيه؟ بصراحة محدش عارف، ولا حتى هي قالت في أي تصريحات ليها قبل كده، بس ممكن نقول الضعف بتاع الفيلم. فضلت ياسمين ماشية في مشوار النجومية لحد ما جمعت ثروة هتخضك أول ما تسمع عنها في العربيات والعقارات وحتى الفساتين اللي موجودة في دولابها. ثروة ياسمين مش بس فلوس ورصيد، ده كمان في دهب وحاجات كده ملهاش عندك. بس خلينا بقى نخش على الفساتين. الفستان الواحد عندها وده أقل سعر ليه ممكن يوصل لحوالي 150 ألف جنيه. فيا ترى بقى أغلى واحد عندها بكام؟ الأهم بقى إنها عندها دهب بحوالي 3 مليون دولار. ومش بس كده، ياسمين عندها فيلا بحوالي 100 مليون، ده غير الشقق في أغلى الكومباوندات على مستوى الجمهورية. لكن لو دخلنا على العربيات فحدث ولا حرج، هتلاقي لامبورجيني ومرسيدس وغيرهم عربيات كتير. الأهم بقى من كل ده إن ياسمين عشان تعبت لحد ما وصلت لكل ده، فبتحاول طول الوقت تحافظ على كل قرش عشان تقدر تخلي أسرتها وأولادها كمان مش محتاجين لأي حاجة ولا لأي حد غيرها. فيا ترى انتوا كمان رأيكم ايه في قصة ياسمين وكمان جمعها لثروتها بالتعب والشقة؟